بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل سنه وانتم طيبين. عيد اضحى مبارك علينا جميعا. انتوا عارفين بقى في العيد الاضحى لازم الرقاق. هنعمل النهارده طريقه رقاق سهله جدا مع بعض. معانا الدقيق بصوا والميه والملح، مفيش ازيد من كده. شايفين كيس الملح الملو ده؟ مش عارفه جاي منين ده والله العظيم، يعني قعدت اضحك قوي على الكيس الملح الصغنون ده. فهنعجن النهارده مع بعض الرقاق ونفرده مع بعض ونسويه مع بعض. يلا بقى خليكم معايا واحده بواحده. سموا الله كده وقولوا بسم الله ويا بركه بسم الله. هنحط ايدينا بقى في العجين دايما كده، لما تيجي تعجني تقولي يا بركه بسم الله وتعجني على طول. ربنا يزيدك خير ويزيدك بركه ويزيدك رزق. تعالوا بقى معانا هنعجن مع بعض. بصوا بقى، اول حاجه هنعمل ايه؟ هاتي بقى شويه ملح كده. بصوا يا جماعه، اللي عنده ده هو ملح دقيق بس، ده دقيق بس مفيش اي حاجه. معايا الملح اهو تمام، يعني ده دقيق حسب الكميه اللي انت عاوزاها بقى، كيلو 2 كيلو 10 كيلو ربنا يزيد ويبارك. هو ده الدقيق بتاعي، حوالي 3 كيلو دقيق عشان هنعمل بقى ما شاء الله. والميه يعني انا رشيت عليه الملح والميه بس مفيش غير كده. هنقول بقى بسم الله يا بركه بسم الله واعجني بقى خلاص على كده. وهوريكم العجينه معانا. تعالوا بقى كده شوفوا العجينه معانا كده. بسم الله. هنعجن بقى زي ما انتم شايفين كده مع بعض خطوه بخطوه. حطينا الميه وتفضلي بقى تقلبي في العجينه بتاعتك كده لحد يعني تقلبي فيها وتلتي فيها، لت في عجينه الرقاق. بس برضو مش عاوزين العجينه بتاعتنا تبقى جامده قوي يا جماعه علشان ما تهدش حيلك وانتي بتخبزي، يعني عجينتها تبقى هوينه شويه. خلاص كده انا حطيت الميه دي وهفضل بقى الم بقى الدقيق بتاعي في العجين في كله كده واديها لتتين محترمين. هتبص تلاقي العجينه معايا بقى خلاص اتلمت وايه، واديها قوام حلو كده. اهم حاجه في اللت كده وفي العجن علشان تبقى حلوه. بس انا مش عاوزه العجينه تكون، شايفين انا مش عاوزه العجينه تكون جامده قوي يا جماعه. دايما كده خليكي ناصحه وشاطره واعملي عجينه الرقاق تكون هوينه معاكي شويه تريحك في التبطيط وتاخدي منها احلى رقاق. تمام، يلا زي ما انتوا شايفين كده ادي العجينه بتاعتنا خلاص كده جهزت معانا. الرقاق مفيش اسهل من كده يا جماعه. هنقطع بقى ونكور العجينه بتاعتنا كلها وبعد كده نبتدي في التبطيط بقى بتاعنا ونفرد الرقاق بتاعنا زي ما هتشوفوا معانا وهتعملوا احلى رقاق. شايفين قطعناه كلها قطع زي ما انتوا شايفين كده قد البيضه البلدي كده. تمام كده، وبعد كده هنبتدي مع بعض في التقطيع. الرقاق بقى يا جماعة، الرقاق بتاع عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا. يا رب دايما كده متجمعين في الخير وفي الهنا وتاكلوا الرقاق في الهنا كده ومع حبايبكم وقرايبكم. عارفة يا حبيبة قلبي والله العظيم 3 لما يكون عندك سلفتك أو سلفك مثلا على قد حالهم أو مش مقتدرين إنهم يضحوا وانتي ربنا مقدرك وربنا موسع عليكي وهتضحي، صدقيني هتفرق كتير معاهم وهتبسطيهم وتفرحيهم لما تلميهم معاكي. مش هتفرق معاكي كتير والله العظيم بس هتفرق معاهم. صدقيني هيبقى اجرك وصوابك عند ربنا كبير لما تنادي كده على سلفتك وسلفك كده. تعالوا معايا نقضوا اليوم وتضحوا كده مع بعض وتاكلوا مع بعض. صدقوني يا جماعه بتبقى حاجه حلوه. او لو هي اخت جوزك او اختك او جارتك او خليكوا كده، خليكي كده دايما. والله والله اللي بتخرجيه ده هو اللي بيبقالك عند ربنا. هي ده اللي بيبقالك عند ربنا، اللي اجرك وصوابك عند ربنا بيبقى عظيم. ابسطي سلفتك، ابسطي سلفك لو هو مقتدر وانت جوزك مقتدر ومبسوط ما شاء الله. ربنا يوسع عليكي يا رب ويزيدك من نعيمه. فانت بقى ايه، لميهم خديهم معاكي كده يوم العيد. تعالوا معانا يلا قضوا العيد، سواء كانت سلفتك او سلفك او اخت جوزك برضو مش مقتدره وعلى قدها برضو. حاولي ان انت تبسطي بأبسط الأشياء. والله صدقيني هتفرق معاهم كتير. تلميهم معاكي كده وفرحي ولادهم وفرحيهم. هتفرق معاهم كتير وتبسطيهم. وأجرك وصوابك استنيه من ربنا. والله العظيم هتاخدي أجر وصواب من ربنا عظيم. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا يا رب وملمومين دايما في الخير. نعمل بقى شوية رقاق كده عشان تلمي الحباب بقى وتعملي رقاق تعملي فتة زي ما تحبي. شايفين في ثانية ما بياخدش فرد يا جماعة. بططنا كله كده تبطيطه صغنونه وبعد كده بتحط 2
على بعض 3 ممكن، بس انا حبيت احط 2 ب2 علشان ايه اوضح لكم. حطيهم وتحطي بين كل رق وراق دقيق زي ما شفتي كده، وبعد كده بتفردي بالمردانه بالعجله اللي انت شايفاها دي، ما بياخدش خالص معاكي يا حبيبه قلبي. بعد كده برصه كده، شايفين دي المصفى بقى يا جماعه، مصفى او منخل جنبيكي اي حاجه لما بعمل كميه. وبعد كده بقوم على الفرن نار هاديه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده النار اهي، وبتحط الرقاق ما بياخدش تسويه، والله ما بياخد تسويه، يا دوب ممكن تقلبيها لقيتها كده قبت واستوت من تحت، ومثلا قومي قلباها على الوش التاني هتستوي معاكي بكل سهوله. ما شاء الله، اللهم بارك، طلع معانا الرقاق الجميل. وكل عام وانتم بخير، عيد اضحى مبارك عليكم. ما تنسوش دايما الناس اللي هم مش مقتدرين يذبحوا، ربنا يوسع عليكم يا رب جميعا ويرزقكم يا رب. وصدقيني اللي هتخرجيه في العيد هو اللي بيبقالك عند ربنا، هو ده الاجر والصواب بتاعك عند ربنا. يعني كل ما بتخرجي كده وبتراضي الناس طول ما ربنا مرضيكي راضي اللي حواليكي، وان شاء الله هتلاقي اجرك وثوابك اكتر من اللي انت بتخرجيه كمان. كل عام وانتم بخير. والرقاق بتاعنا جاهز يا جماعه زي ما انتم شايفين. يلا بقى كده عبوا الرقاق ونعمل احلى بقى فته واحلى رقاق في العيد. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وعيد اضحى مبارك على الجميع.